السلام عليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط، فإن سبه أحدا أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك. وللصائم فرحتان: إذا أفطر فرح، وإذا لقى ربه فرح بصومه. طب يعني ايه الكلام دوت بقى؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا فيما معنى الحديث إن الصيام ده هو الوحيد اللي ربنا قال فيه في الحديث القدسي: وأنا أجزي به. يعني كل الأعمال الخير اللي احنا عارفينها، عارفين أجرها ايه وعارفين ثوابها عامل ازاي، إلا عمل واحد فقط وهو الصيام، وده يعبر لك أجر الصائم دوت يوم القيامة هيكون عامل ازاي. نكمل الحديث: والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط. بص، هي ليها كذا معنى، منها ان انت ما تعليش صوتك على حد، ومنها برضو ان انت ما تقولش كلمة تأذي حد او تقول الفاظ بذيئة او الفاظ فاحشة. نكمل الحديث: فإن سبه أحدا أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. يعني يتجنب أي حاجة تعطله عن صيامه، سواء بقى حد سبه، سواء بقى حد شتمه، سواء بقى حد ضايقه، أي حاجة تعطله عن الصيام يبعد عنها وقت الصيام، لأن ده مش اللي يضيع لك يوم صيام، مش ده اللي يضيع لك أجر الصيام اللي الله عز وجل قال فيه: وأنا أجزي به. اسمع بقى كده: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله عز وجل من رائحة المسك. لما بنصوم وما بناكلش أكيد بنقعد فترة كبيرة، فلما ما بناكلش في الفترة ديت ساعات بيبقى فيه ريحة طالعة من الفم مش اللي هي، شايف انت بقى الريحة دي أطيب عند الله عز وجل من رائحة المسك. ليه؟ لأن انت صايم. آخر حاجة بقى: وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح، وإذا لقى ربه فرح بصومه. أنا حبيت أقول لك الحديث ده عشان أعرفك أجر الصايم ده هيكون عامل إزاي يوم القيامة، وحبيت برضو إن أنا أشجعك إن أنت تصوم، إن في أيام في الأسبوع إحنا بنفرط فيها عادي كده من غير ما نعرف قيمتهم حتى، وهما الاثنين والخميس. يعني الاثنين والخميس ليه يا جدعان ما نصوموش الاثنين والخميس؟ يعني هتخسر ايه حضرتك لما ما تصومش؟ انا بقول لك الله عز وجل قال على اجر الصائم ده زي ما قلت لك: وانا اجزي به. يعني انا عايزك تتخيل عظمة الاجر ده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: الصيام جنة وحصن حصين من النار. مش عايز تحصن نفسك من النار ولا ايه يا عم؟ طب اسمع دي يا عم، انت مش عايز تخلي النار تبعد عنك 100 سنة؟ وده مش كلامي، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعدت عنه النار مسيرة 100 عام. طب أوصيك يا أخويا الصيام في الأيام ديت، وهو الاثنين والخميس، وبالذات كمان احنا في الشتاء، لأن الصيف يعني حر وشغل وفرهضة يعني، والشتاء أخفف حبتين. بس أنا حابب أوصيك إن الشتاء دوت أكتر الأيام اللي أنت تقدر تصوم فيها. قول سيدنا عمر كان يقول في فصل الشتاء ده، يقول: الشتاء غنيمة العابدين أو غنيمة الصائمين، يعني حاجة نحو ذلك، وهما الاتنين واحد: عابدين صائمين، هي الصيام عبادة. المهم ما تنساش تصلي على النبي، وما تنساش تدعي لإخواتنا في فلسطين وفي كل الدول العربية الإسلامية، ربنا ينصرهم يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.